السلام عليكم بنات، نهاركم مبروك ان شاء الله. مرحبا بكم البنات في لا فيديو ديال اليوم. مرحبا بالبنات اللي معايا في القناه، مرحبا بالبنات اللي عاد التحقوا. كنتمنى البنات يعجبكم لي فيديو وتجربوا الوصفات اللي كنتقاسم معكم. الروتين ديال اليوم البنات مفيد جدا للبشره، كنسترجعوا النضاره البنات ديال البشره، طريقه لترطيب البشره ووصفه روعه اللي كترجع لنا الشباب ديال البشره. كنزولوا بها البنات الجفاف، كنزولوا بها التجاعيد الرقيقه، كنسترجعوا النضاره. شوفوا البنات النتيجه ما شاء الله، النتيجه ناجحه من اول استعمال. لا فيديو ديال اليوم البنات هي تحت الطلب ديال المتتبعات معايا في القناه، طريقه ووصفه لازاله الجفاف ديال البشره. تحدي الجفاف البنات، نتحداو البرد ونحيدوا العكز البنات، نديروا وصفات اللي هي كتعطينا واحد الترطيب اللي هو عميق للبشره وبمكونات اللي هي سهله وموجوده عندنا في الدار البنات. لا فيديو ديال اليوم المكونات ديالها مكون واحد، عندنا صفر البيض، بالخصوص البنات يكون صفر البيض بلدي. غادي نخدموا البشره ديالنا ونزولوا الجفاف ونزولوا القشور البنات. غتشوفي البشره ديالك بلاره ما شاء الله. المكون الاساسي البيضه البنات، وغادي نزيدوا عليها اي زيت اللي حنا كنرطبوا به البشره ديالنا، اولا اي كريم اللي حنا كنعرفوه انه كيرطب البشره وكتمتصوا البشره بسهوله وكيدير لنا واحد الترطيب اللي هو عميق للبشره. ما نعكزوش البنات على ترطيب البشره، خصوصا البنات اللي كيتشكاو من الجفاف ديال البشره. المكون باش غنخدموا البنات هو صفر البيض كما قلت لكم، صفر البيض، وغادي نزيدوا عليه اي كريم اللي كنخدموا به. انا الكريم اللي كنخدم به الترطيب ديال البشره الفتره ديال البرد البنات هو فازلين. ما كاينش ما احسن من هذا الكريم البنات، غير هو خاص يكون فازلين طبي، يعني كيكون عنده كيكون نوعيه جيده. سمحوا لي، كناخذوها البنات من الصيدليه، الثمن ديالو شي 20 درهم، وهذه كتدي لنا البنات حتى العام. ما شاء الله كنخدموها للرجلين، كنخدموها لليدين البنات، وكندخلوها في كريمات ديال الترطيب. مرحبا بكم البنات في لا فيديو ديال اليوم باش نخدموا وصفه وطريقه للترطيب العميق وتحدي الجفاف ديال البشره ديالنا. مرحبا بكم. صفر ديال البيض، صفر البيض كنعرفوا فيه بزاف ديال الفيتامينات للبشره اللي هي كتغطي لنا البشره، فيه بروتينات البنات، فيه لا كولاجين اللي كتعطينا الترطيب العميق وكتزول البنات القشور وكترجع للبشره ديالنا الحيويه ديالها والنضاره. انا خديت البنات تقريبا راس معلقه ديال فازلين، راس معلقه ديال فازلين هكذا، وغادي نحاول نخدم صفر البيض ديالي البنات بطريقه حتى كترغوى، حتى كنخلطوا لا كريم ديالنا، نخلطوا صفر البيض ديالنا سمحوا لي مع فازلين، كنحصلوا على واحد الرغوه وكتكون كنخدموه مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو متجانس. كيبغي شويه ديال الخطر وشويه ديال الوقت البنات، واحد 5 دقائق وحنا كنخدموا فيه، كنطربوا فيه حتى كتجانس لينا المكونين بجوج اللي هما اصفر البيض وراس معلقه ديال الفازلين. هاد المكونات ما شاء الله البنات كترطب البشره، كتغلغل للداخل، كتمتصها البشره، الطبقه الداخليه البنات كترطب، ومما يعطي ان الجفاف ما كيبقاش في البشره، كتولي البشره ما شاء الله مرطبه والنضاره واللمعه فيها. البنات هاد المكونين اسهل ما يكون. حيدي العكز وجلسي في الدار واحد العشيه، ديري هذا الروتين اللي هو روتين ناجح لازاله الجفاف البنات، للقضاء على الجفاف والقضاء على القشور والقضاء على التصبغات ديال البشره. الا عندك لا فيتامين او، انا هنا كنزيد واحد 2 حبات ديال فيتامين او. ما عندكمش البنات اللي ما عندهاش لا فيتامين او ما تصاحبش عليها الامور، غتاخذ قطرات من اي زيت كترطب به البشره، زيت اللوز اولا زيت الجوجوبا اولا زيت الجليسيرين. وها هي الكريمه ديالنا واجده باش كنطبقوها على البشره ديالنا، على بشره نقيه من طبيعه الحال. من بعد ما كنغسلوا البشره ديالنا كنديروا واحد كوماج خفيف باش كنفتحوا المسام، كنهيئوا البشره ديالنا باش تمتص المكونات اولا الخليط اللي حنا كنحطوا على البشره ديالنا. كنستمروا البنات كنخدموا من الاسفل للاعلى، كنديروا لاكوش الاولى، كنحاولوا نخدموا حتى العنق. خدموا البنات العنق، خدموا دوائر العيون، خدموا البنات الجبهه كيكونوا فيها دوك التجاعيد، دوك الخطوط الرفيعه. ديروا واحد الروتين اللي هو بحال مشيتي للصالون اخيتي، بحال خسري على راسك ساعه في العشيه، بحال مشيتي للصالون. انت راه كتخدمي، درتي الصالون في الدار وخدمتي بمكونات اللي انت متاكده انها طبيعيه وشي حاجه زوينه، ومن طبيعه الحال شي حاجه اللي هي فابور، ما غادي تخلصي حتى حاجه. غتخدمي انت راسك البشره ديالك ما شاء الله، غتحصلي على واحد الرطوبه، على واحد النضاره، واحد العنايه شامله للبشره. غتكوني درتي عنايه شامله للبشره. كنحمسكم البنات، كنتمنى نحفزكم نوضوا في هذا الويكاند البنات اللي خدامات اللي ما كيساليوش
طيله الاسبوع ديروا واحد الروتين البنات في اخر الاسبوع. انا فاش خدمت لاكوش الاولى كيما خدمتها على العنق، كيف ما كتشوفوا على العنق الوجه كامل، انا غادي نحاول ندير هاد الحركات هذه باش كندخل لا كريم اولا كندخل الماسك ديالي في البشره، كنعاون البشره ديالي باش تشرب وكنجبدها من طبيعه الحال، وكنحرك فيها الدوره الدمويه، كنحرك فيها الدم كيف ما كنقولوا، كنشط الدوره الدمويه، وبالتالي كيحصل داك الامتصاص وكتغلغل الطبقه الدخلانيه كتشرب حتى هي وكترطب. البنات مازال المرحله الثانيه من الروتين، ما تمشيو فين، خليكم معايا، وقفي لا فيديو هنا وديري واحد اللايك وبارطاجي القناه، بارطاجي لا فيديو باش تشجعوني نتقاسم معكم وصفات اللي هي في المتناول وطبيعيه وناجحه يا البنات. نعتنيو بروسنا في القناه ديالي، كنحمسكم البنات وكنحاول نحفزكم باش ديروا روتينات للعنايه الشامله بكل ما انت كتحتاجي. ما تمشي لا للصالون، ما تمشي لا عند شي وحده اللي غادي تخدم لك البشره ديالك، خدمي راسك وتعلمي من طبيعه الحال، وتقدري تخدمي نتيا لبنات العائله اولا تخدمي لبنياتك اولا، علاش لا؟ لانها اي صنعه الا ما نفعاتك ما غاديش تضرك. البنات اي حاجه كنتعلموها وهي مصلحه لينا. صافي فاش كنكون خدمت واحد 5 دقائق البشره ديالي شربتها، شوفوا دابا راني شربت لا كريم وبقات ليا شويه اللي بقات ليا في الزلافه، غادي نحاول نحطها على الوجه ديالي، بقات ليا غير شي شويه، واحد تقريبا معلقه صغيره، غنحاول نوزعها عاوتاني. ديروا البنات على دوائر العيون، ديروا على الجناب ديال الوجه، ديروا على العنق، ديروا على الجبهه، الخطوط فين ما كتكون الخطوط ديك حول الفم، عمروها البنات بحال كنديروا واحد البوتوكس اللي هو طبيعي، بحال كنديروا ليفتينغ اللي هو طبيعي. فاش كنكملوا داكشي اللي بقى لينا غادي نحاول نديرها البنات بالبلاستيك باش كنسخن الوجه ديالي، ما كنخليش يضربوا البرد، الا خليناه يضربوا البرد غادي تقصح لينا الماسك، غيقصح لينا وغنقدروا نديروه بحال تبريمه. حنا لا ما بغيناش نبرموه، بالعكس بغينا نشربوه، البشره ديالنا راها هيئناها المسامات مفتوحه، غادي نحاولوا نشربوها الماسك والمكونات. وعلى هذه الطريقه كنخدموا السلوفان، كنحاولوا نغطيو السلوفان اولا نديروا غير مرسو واحد وكنحلوا له جوج تقيبات من العوينات وجهه الانف ديالنا، وكنخليوها البنات باش كتغلغل. كنسخنوا البشره ديالنا وكيتشرب مزيان الماسك على البشره ديالنا. والله البنات الا هذه هي الطريقه ديال الصالونات، غير هما كيخدموا بمواد اللي هي بحال دابا داك البخار، بديك الاله ديال البخار كيسخنوا لينا البشره. حنا خدمنا بهكا بهذه الطريقه ديال البلاستيك، تنسخنوا كنحاولوا ندفيو البشره ديالنا وكنطلعوا درجه الحراره على المستوى ديال البشره. شوفوا البنات النتيجه ما شاء الله، النتيجه روعه. انا بعدا عجبني وجهي، النضاره ما شاء الله، اللمعه في الوجه، حسيت بان وجهي ترطب ودرت واحد العنايه اللي هي كنتمنى تجربوها البنات هذا الروتين لانه ناجح. ديريه مره واحده اخيتي في الاسبوع، مره واحده غتكوني كتحافظي على البشره ديالك وكترطبيها وكتكوني حصلتي على نتيجه اللي هي زوينه بزاف. شوفوا ما شاء الله البشره وهي نقيه. هنا غادي نجيب المرطب ديالي كنتقاسموا معكم البنات، الا بغيتوه لي مهتمات كتبوا لي في التعاليق نحاول نسكرينيه لكم ونحط لكم البنات، كيعطي واحد الترطيب اللي هو زوين بزاف. ما عنديش القشور على البشره ديالي، وكنعرفوا بان هذه فتره ديال البرد كنرطب به 2 المرات البنات. شوفوا لا تيكستور ديالو خاطر بزاف وكيغذي البشره، كتحسي بان البشره ديالك مغذيه. هذا هو الروتين البنات اللي كنتقاسم معكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا البنات. شكرا على المتابعه، حاولوا تبارطاجيو البنات لا فيديو، البنات اللي مهتمات بالروتينات ديال الشتاء شجعوني بلايكات ديالكم. شكرا على المشاهده والى فيديو قادم ان شاء الله.